اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم فلوق جديد أو روتين جديدة. اليوم عندنا خبز نخبز. هسا بدينا ننخل طحين. بعد ما نخلنا حطينا خبرة وخلينا ملح. العجين مليح حتى لا يكتل. ندسلها بعدين نحط باقي العجين. هسا نعجنه مليح. هسا كملي العجين. هوني درسته أخوي شوية، قعد يقرأ شوية ذوب قلبي، بس المهم درس وحفظ. ضل يقرأ يقرأ يقرأ. هون شوية صارت نغزات من الأطفال كذا. هون أختي الصغيرة أتعلم تطلع التخم ذوبة القلبنا. هون يضل يدرس 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 لما ما حفظ المادة. خلصنا من الدرس وقمنا نشلت الأغراض، شلتناها من البيحة، وهاليوم رجعنا لوجوهها وقعدنا نخيطهم بس طلعوا واحنا عما كملوا. هون قاعدين عن صبغة ضفيرنا، وجت أختي الصغيرة صبغت. قعدنا نعمل غدوي. فرغنا الغراض بالسلات وحطيناها بالثلاجة. هوني ثرمنا اللحم وخليناه طاوتين، يعني بستين أو شي، حتى نعمل أكلتين مختلفة، لأن أكو ناس تحب هكذا أكو ناس ما تحب هكذا، فعملنا لهم أكلتين. أول أكلة تشيلي فراي، بصل ولحم مسلوق سلقناه، وبطاطا، بطاطا مقلي. هذا اللحم لغير أكلي بطاطا باللحم، بس هاي مرق. هسه هون البصل واللحم نحمسهم. حطينا البهارات للتشيلي فراي، حطينا البطاطا. هون الطماطة، وحطينا له ملح للتشيلي فراي. هسه هوني البطاطا المرق حطينا له بصل عن نحمسه والبطاطا. لازم تنحمس ملح وهاي فلفل واللحم. ونسيت أخلي الملح للأخير ذكرتونه. هسه صارت تشيلي فراي تقريبا، بس نقلب بيها. حطينا مي للمرق البطاطا وكملت. بظل
يعني تغلي وتصير البطاطا. قلبناها لما ما يصير ذهبي. والتمن البسمتي أو حتى تمن عادي الأطيب، وحطينا المي والملح، بس الملح ما حطيته قدام الكاميرا. وهذا نفرغ. كثير طيبة صارت الأكلة هاي الأكل بالعافية. استدنا نخبز العجين. جاء الوطن أخيرا استقر. قطع العجين هسه نفرده ونخبزه على التنور الكهرباء. هاي طريقتنا بالخبز، اللي عنده غير طريقة يكتب لنا بالكومنتات. وهاي نهاية الفيديو، أتمنى تتابعوني وتحطون لايكات وكومنتات، وبالعافية.